تخيل في 6 حاجات لو عملتهم أكيد هتأخر الشيخوخة وتحافظ على شبابك أطول فترة ممكنة. وهنعرف في الحلقة دي علاج فعال وغريب جدا ضد الشيخوخة، وأسرار عرفناها كمان من ناس معمرين. سر الشباب الدائم، ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب عن سر الشباب الدائم. شايفين اللي قدامكم ده قنديل البحر، واللي توصل للسر ده ابو خاله. بيعمل ايه؟ لو تعرض لمجاعة او تضرر بدنيا او حصلت له كارثة، هوب بيعمل ريستارت ويرجع شباب تاني. بيعمل عملية اسمها التحول، ترانس ديفرنشيشن. غمض عينك كده معايا وتخيل لثواني ان انت تقدر تعمل تك ريستارت وترجع طفل او شباب تاني. غمضت عينك وتخيلت؟ احنا اخرنا نتخيل بس دلوقتي. انت عارف الشيخوخة بتحصل ازاي؟ خلاياك الجميلة دي يا ابو خالو مع التقدم في العمر بتتوقف عن الانقسام والتجديد وتشيخ. تخيل الخلايا الهارمة في جسمك والعجوزة بيسموها خلايا الزومبي. والسؤال دلوقتي ازاي نتخلص من خلايا الزومبي اللي في جسمنا بحيث تبقى الخلايا الشابة هي الاكثر والمسيطرة ونحافظ على شبابنا لأطول فترة ممكنة. أقول لك العلم دلوقتي توصل لدواء بيزود من إنتاج بروتين اسمه الألفا كلوثو. أهو البروتين ده بيقضي على خلايا الزومبي، والدول الفيران في البحث ده وزود من عمرهم 30%، بس برضو لسه الأبحاث دي في طور التجريب. عشان كده يا أبو خالو خلينا في 6 حاجات لو عملتهم أكيد هتأخر الشيخوخة وتحافظ على شبابك أطول فترة ممكنة. رقم 1، البس كاب ونظارة شمس، لأن التعرض للشمس لفترات طويلة بيتلف الجلد ويعمل تجاعيد وشيخوخة مبكرة. سمعك اللي بتقول معنا عشان كده يا ابو خالو بستعمل كريم ضد التجاعيد. اقول لك وده يودينا الرقم 2، 90% من كريمات ضد التجاعيد ملهاش لازمة ومش بتعمل اي فايدة. عشان الكريم فعلا يفيد البشرة لازم يدخل جوه الجلد. مكونات الكريمات دي زي الكولاجين والمركبات الكبيرة بتتراكم وتتكون فوق البشرة وما بتدخلش جوه وجسمك ما بيستفيدش منها. الكريم الوحيد اللي هيفيد فعلا لو لقيت فيه ريتينول وهايلورونيك اسيد وفيتامين سي. لو لقيت ال3 دول في اي كريم اشتريه على طول، هيكون فعال. وازاي نستخدمه صح عملنا عليه حلقة قبل كده، ارجعوا لها هتفيدكم في الموضوع ده. رقم 3، حارب الشيخوخة بالضحك. ايوه، الضحك يعتبر عملية شد طبيعي للوش وبيقوي عضلات الوجه كمان. وانا هنا اقصد الضحك الحقيقي، الضحكة الصفراء ما بتتحسبش. ده غير كمان انه بيقلل التوتر وبيزود من تدفق الدم في الوش عندك. سمعك اللي بتقول ده انا على كده وشي ما تدفقش فيه دم من سنة يمكن. اقول لك لو انت انسان كئيب عادي يا ابو خالو، احنا بنفضفض مع بعض. يعني في ناس لو ضحكت تتحرق مثلا، دي تعمل ايه؟ ممكن تعمل مساج الوش، هيزود تدفق الدم وهيؤدي الغرض. رقم 4، الوكل. زود في الاكل عندك شوكولاتة، وقبل ما تقول هي الغامقة، الشوكولاتة الغامقة اللي طعمها وحش دي، اهي دي يا سيدي مفيدة جدا لان فيها مضادات اكسدة وبتحافظ كمان على شبابك. وكل سمك برضو لانه بيحسن البشرة والجلد. وطبعا قلل من الصوديوم الكتير في اكلك، وده بتلقاه في الملح الكتير، وكمان بتلقاه في الاكل المصنع والمعلب، لان الصوديوم يا ابو خالو بيحبس المية ويعمل انتفاخ وشيخوخة مبكرة. رقم 5، فاكرين الخلايا التالفة والعجوزة اللي بتعمل الشيخوخة؟ او احد الحلول ليها هو النوم الصحي. وهنا النوم مش بعدد الساعات، بجودة النوم. يعني ما تشربش شاي او قهوة او اي حاجة فيها كافيين على الاقل قبل النوم ب4 ساعات، وتطفي الانوار وتنام بدري وتنام 7-8 ساعات متواصلة. عملنا حلقة مفصلة عن النوم الصحي، يا ريت ترجعوا لها. رقم 6 واخيرا، خلي مخك على طول صاحي ونشط. اتعلم حاجات جديدة، اسمع حلقات علم تيوب، هتفضل شباب وحبوب. شايفين علم تيوب شباب وحبوب من غير سحر ولا شعوذة. الناس اللي كسروا 110 سنة زي الشجرة العتيقة دي بيسموهم المعمرين، سوبر سنتينيريان. والعلماء لما بدأوا يدرسوهم لقوا ان هم مش بس وصلوا 110 سنة، لا دول وصلوا أصحاء كمان. يعني تخيل بدأوا ياخدوا علاج على 90 سنة. ولما بدأنا ندرس سر المعمرين دول لقينا ان السر عندهم في حاجتين، الأكل وأسلوب الحياة. الأكل مثلا تلقى في أكلهم حاجات متخمرة وبكتيريا نافعة. تخيل في المتوسط كيلو من جسمك عبارة عن بكتيريا. في أكلات بتاكلها زي الأكلات السريعة بتزود البكتيريا الضارة في جسمك،
وفي برضو على الناحية التانية أكلات مفيدة بتزود البكتيريا النافعة في جسمك، زي مثلا يا أبو خالو جدي وجدتك تلقاهم يطبخوا الأكل الصحي ببطء وبساعات طويلة، وتلقى الأكل بتاعهم فيه خضار حبوب كاملة وأكل مخمر زي الزبادي والمخلل الصحي، ويحطوا كركم وبهارات ممتازة. يعني أهم ما يميز الناس المعمرين اللي لقيوهم في منطقة البحر المتوسط إنهم بيتمشوا كل يوم نص ساعة كرياضة، وكمان لقوا في أكلهم وبيستهلكوا كل يوم زيت الزيتون. وصلنا للحتة اللي كلكم مستنينها، ايه اغرب علاج فعال ضد الشيخوخة؟ في دكتور اسمه توم راندو من جامعة ستانفورد متخصص في دراسة الغدد الصماء، بيتبع خصائص الخلية في الدم البشري. بيقول في تجاربه على الحيوانات انه لما اخذوا الدم من حيوان صغير وحقنوه في حيوان كبير، الحيوان العجوز ده بان كأنه أصغر في السن. سمعك اللي بتقولوا إيه فيلم الخيال العلمي ده يا أبو خالو؟ أقول لك ولا خيال علمي ولا حاجة، ده نوع جديد من العلاج اسمه العلاج بالدم والبلازما. إحنا لو أخذنا مكونات الدم والبلازما لشخص الشباب وحقناها في شخص متقدم في السن، الشيخوخة ما بتوقفش لكن بتبطأ. بس هنا العلاج ده لازم يتعاد كل فترة، ولسه طبعا محتاجين أبحاث كتير عليه. نروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي، وفقرة الشعر النهاردة مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، عن الناس الغنية بعزة النفس والناس الذليلة بغنى الفلوس. تعال نسمع بيقول إيه. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. Alma Tube is good.